اهلا بيكم معنا مشاهدي قناه الفضائيه المصريه في كل مكان. برحب بيكم معانا في يوم جديد وحلقه جديده من برنامج تحيا مصر. في العديد من حلقاتنا كنا طبعا حريصين اننا نستعرض لحضراتكم الدور الهام جدا اللي بتقوم به مؤسسات المجتمع المدني طبعا في تنميه المجتمع وفي طبعا خدمه اهداف التنميه، والحقيقه ده بيلاقي صدى كبير جدا في حلول العديد من المشكلات، مشكلات أسرية، مشكلات اجتماعية، مشاكل اقتصادية خاصة بمشاريع خاصة بالمرأة، خاصة بالأسرة ككل. الحقيقة العديد من المؤسسات بتكون حريصة جدا ان هي تساهم بشكل او بآخر في خدمة الأهداف الخاصة بالتنمية وفي خدمة المشاكل الاجتماعية. وطبعا بيسعدنا تكون ضيفتنا في حلقة النهاردة الأستاذة ناهد الضفراوي، مؤسس ورئيس إحدى مؤسسات المجتمع المدني وسفير السلام الاجتماعي والنوايا الحسنة من قبل الأمم المتحدة. أنا برحب بحضرتك من وجودك معانا، منورانا يا أستاذة ناهد. أهلا بيكي، وأنا سعيدة جدا بهذا اللقاء، وربنا يوفقكم ويوفقنا جميعا لخدمة مصرنا الحبيبة. شكرا لحضرتك. وطبعا زي ما كنت بقول كده في البداية، احنا كل المؤسسات الحقيقة اللي موجودة في مصر الهدف الأساسي بالنسبة لها هو خدمة أهداف المجتمع. خلينا كده نتعرف مع حضرتك على الأنشطة الخاصة بالمؤسسة والأهداف اللي انتم بتكونوا حريصين عليها. شوفي، أنا عايزة أقول يمكن أهم حاجة لابد أن تكون عليها كل الجمعيات الأهلية، مش جمعيتنا وبس، اللي هي محو السلبيات المجتمعية وما أكثرها في مجتمعنا، وخاصة مع تغير الظروف المتتالي. احنا عندنا اهداف كثيره جدا بنشتغل عليها، اهمها خدمه المراه والطفل. عندنا تنميه مهارات المراه والطفل وبناء قدراتها او قدرات الطفل، تحفيظ القران الكريم والاداب الاسلاميه، محو الاميه الابجديه والمهنيه والصحيه والثقافيه. طبعا للسيدات العشوائيات اللي هم يعني حرموا من التعليم أو تعليمهم يكاد يكون متدني جدا. عندنا ما أيضا نلوش القسط الكافي من التعليم. تمام. عندنا كمان حملات بنقوم بيها في المجال البيئي، حملات في المجال التثقيفي، حملات صحية للكشف المجاني على كل أفراد المجتمع. وبنقدم كمان الدواء اللازم لكل حملة، بنخصص لها يعني الدواء اللازم علشان نقدر نعمل عملية توزيع صح. عندنا كمان مقابر صدقة لدفن موتى المسلمين، ودي بلا مقابل، لأن في بعض الجمعيات هتلاقيها هنا لازم يكون في اشتراك في الجمعية علشان وقت ما يكون يعني يجي ميعاده عند ربه يلاقي مكان ان هو يندفن فيه. لكن احنا فاتحينها لكل الناس بحيث ان احنا نقدر نخدم الناس اللي هي ما عندهاش مكان تكون فيه. عندنا تنمية المجتمعات بقى بشكل عام. نقدر نقول حريصين على انه تساعدوا او تتطرقوا لكل القضايا او انتوا تساهموا بشكل ما في المشاكل المجتمعيه الخاصه بكل افراد الاسره والمجتمع. دي مهمه قوي، بتهمني جدا. بعدين تصحيح المفاهيم. المقصود منها تحديدا ايه يا استاذ؟ احنا عندنا سلبيات مجتمعيه كتير جدا، لو انا اتكلمت يبقى اكيد هتسقط مني حاجه، لكن هي محو السلبيات بشكل عام، سواء كانت خاصه بالبيئه، سواء كانت خاصه بالفرد، سواء كانت خاصه بالتعليم، سواء كانت خاصه بالصحه، في كافه المجالات. نقدر نقول السلوكيات العامه الشائعه الخاطئه للمواطنين انتوا بتحاولوا ان انتوا تتطرقوا ليها. تمام. طيب. هل في نطاق جغرافي محدد انتوا بتعملوا عليه؟ طبعا. شوفي، احنا كنا في الاول اول ما بدانا كان نطاقنا الجغرافي على مستوى المحافظه. لما حسيت ان في مجهود مبذول عالي وفي يعني مناطق كتيره محتاجه ان احنا ندعمها بانشطه الجمعيه، فعملت وفقت الوضع الجمعيه وعملناها على مستوى العام او على مستوى الجمهوريه. فعندي فرع في البحيره،
وان شاء الله انا بصدد فتح فرع في الفيوم وفتح فرع في اسكندريه باذن الله. هل برضو بيكون في أولوية لبعض المشاكل الخاصة بالأفراد اللي بيتقدموا مثلا، اللي بيكونوا محتاجين مساعدة وبيتقدموا للمؤسسة؟ هل بيكون في أولويات؟ هل بيكون في اهتمامات أو اتجاهات محددة مثلا أنتوا بتكونوا حريصين على التنفيذ يعني بشكل سريع طبعا مشاركة الحلول فيها؟ شوفي، البحث الاجتماعي الجاد بيبين كل اللي حضرتك بتقوليه، فبتبقى الأولوية لو حبينا نقول يبقى اللي هم شديدي الاحتياج، دول بيحطهم في المقام الأول، يليهم طبعا المرضى، يليهم متحدي الإعاقة، يليهم وهكذا، بحيث ان احنا نقدر نغطي بقدر الامكان احتياجات الناس اللي هي الغير قادمة داخل مجتمعنا المصري الحبيب. يمكن احنا طبعا بنشوف الاهداف الخاصه بالدوله ومشاريع التنميه والاهداف الخاصه بوزاره التضامن الاجتماعي، والحقيقه شفنا برضو العديد من البرامج اللي بتعمل عليها وزاره التضامن الاجتماعي. وبما ان حضرتك طبعا عضو مجلس اداره اتحاد تنميه المجتمعات التابع لوزاره التضامن الاجتماعي، خلينا نتكلم عن المشاركه الفعاله والمثمره ما بين وزاره التضامن الاجتماعي او الجهات المسؤوله في الدوله مع مؤسسة المجتمع المدني. شوفي، أنا عايزة لو اتكلمنا عن اتحاد تنمية المجتمعات ده على مستوى الجمهورية طبعا، وده بالانتخاب. فالحقيقة كان الترشيح مش مني، أنا ما رشحتش نفسي عشان أقوم بدوري أو بخدمة هذا المجال، ولكن الأستاذ عز فرغلي الحقيقة هم رأوا طبعا أن حضرتك الأصلح للمهمة دي. ربنا يعزك يا رب، ربنا يعزك، أكيد في أحسن مني كمان يعني، لكن أنا يمكن غيرتي على بلدي قوية جدا منذ الصغر، وعاشقة للخدمة العامة وخدمة الفرد. فالحقيقة لما دخلت حسيت أن هي إضافة ليا في مجال تنمية المجتمعات، بحيث أن أنا أستفاد وأفيد. فده كله بيخلينا الحقيقة ان احنا نبذل اقصى المجهودات علشان نقدر نوصل لافضل النتائج داخل المجتمع اللي بنشتغل عليه. هل في مثلا برامج محدده؟ يعني احنا بنشوف الوزاره بتكون حريصه مثلا على البرامج الخاصه بالمراه، سواء التعليم، قضايا التعليم، قضايا الطفل، المشاريع الصغيره. يعني هل برضو انتوا بتقدروا او بتشوفوا ايه البرامج والاحتياجات اللي مطروحه من قبل وزاره التضامن الاجتماعي، فبرضه بتساهموا على نفس الاتجاه ده؟ شوفي، احنا او بالمشاركه، احنا المجلس بتاعنا كبير، وكل واحد فينا بيمثل منظمه من منظمات المجتمع المدني. كل واحد في المنظمه بتاعته بيبذل اقصى المجهودات انه يقضي على قضيه اجتماعيه غالبه على النطاق اللي هو بيشتغل عليه. فهتلاقي حد بيشتغل على تنمية المجتمع في مجال تشغيل المرأة، في مجال الاعتناء بالطفل بالمستوى الدراسي وهكذا. فهتلاقي انه في الاخر المجموع بتاعنا كلنا ان احنا بنخدم كلنا مجتمعنا، كل واحد في النطاق اللي هو بيقدر يشتغل عليه. انا بيهمني قوي ان انا اقول انه المساعدات الاجتماعيه وخاصه في الظروف الاقتصاديه الصعبه اللي بنمر بيها او تمر بيها البلاد بشكل عام، دي كانت محتاجه في حقيقه وقفه كريمه مننا كلنا للمناطق اللي احنا بنشتغل عليها، علشان نقدر يعني نسد احتياجات الاسر اللي هي فعلا شديده الاحتياج زي ما قلنا في بدايه اللقاء. هل المنطقه الجغرافيه اللي بتعاني من مشكله ما، يعني ممكن يكون في بعض المناطق الجغرافيه بتعاني من قضيه التعليم او بتعاني من انتشار الاميه، في مناطق اخرى زي ما حضرتك بتقولي ممكن تعاني من مثلا توفير بطاله او بيحتاجوا مثلا توفير بعض السلع الغذائيه. يعني خلينا برضو نتكلم في الجزئيه دي مع حضرتك، ولكن بعد الفاصل يا استاذه ناهد هنروح لفاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم مرة تانية. لو بتحبوا البلد دي خلي عيونكم عليها، خلي ايديكوا في ايديها، يا مصر تعيش بينا
حلفي للي يعدينا، بلدي ولادي كريم، بلدي الود ودي، احضن ترابك بيدي واشيلك جوا عيني، اصل انت غالية علي، بلدي الله حميها، حاطين عينهم عليها، هنعلي ونبني فيها مهما تكون السنين، بلدي أجمل جميلة بعيون سودا وكحيلة، بلدي كريمة وأصيلة لو دق أبوابها مين، بلدي الود ودي، أحضن ترابك بيدي وأشيلك جوا عيني، أصل انت غالية علي. لو بتحبوا البلد دي خلي عيونكم عليها، خلي ايديكوا في ايديها، يا مصر تعيش لينا، ساعات الجد تلاقينا شايلين روحنا في ايدينا، حلفين للي يعدينا، بلدي ولادي كمين، بلدي الود ودي، احضن ترابك بيدي واشيلك جوا عيني، اصل انت غالية علي. لسه مستمرين مع حضراتكم مشاهدينا، وقبل الفصل كنت بسأل أستاذة ناهد على طبعا الدراسات الخاصة بيهم كمؤسسة في احتياج منطقة ما مختلف عن كل منطقة وليها احتياجات مختلفة يا أستاذة ناهد، صحيح؟ أكيد فأنتوا طبعاً. طبعا بتقوموا ودراسة ودراسة علشان ده تقدروا توفروا أو بحث لا تتخيلي تحلوا إزاي المشكلة البحث. الأساسية في الموضوع. البحث ده لازم يكون ما يخرش الميه من ناحيه الاطفال، من ناحيه الزوج، من ناحيه المعيشه، لان خلي بالك بمنتهى الصدق والصراحه مرات اسر بتحاول ان هي تحتال تقدم شكوى، فانتوا بتتقصوا جامد وبتتاكدوا ان هم فعلا اكثر استحقاقا، لان مش عايزين ناس تانية تكون بالمستندات، كله بالمستندات. يعني قالت لي عندي 5 في المدارس باخد اثبات قيد من المدرسه. ده بالاضافه لاني انا عندي اولادنا الايتام، لا انا بكون معاهم في المدرسه الايتام. ليه؟ علشان خاطر ان انا اساعد الاطفال دي اولا ما يبقوش منبوذين، يعني او ليهم مكان معين كده بعيد عن الاختلاط هم جزء من المجتمع. بالظبط كده، بالظبط كده. فاحنا معاهم قلبا وقالبا اينما كان الاحتياج، اينما تواجدنا. كويس جدا. ده شعار نقدر نقول. اينما طيب. كان الاحتياج كنا موجودين. مدى التعاون ما بين المؤسسات وبعضها، احنا بنسمع ان بيكون في تعاون، بيكون في يعني نقدر نقول يحاولوا مثلا مؤسستين او اكتر يساندوا بعض، او يحاولوا يعملوا توازن مثلا في احتياجات، في اعداد، في يعني تنسيق ما بينهم. هل ده مهم وهل ده بتقوموا بيه، وهل حاجه زي كده لو اتطبقت فعلا ده هيساعد بشكل كبير جدا في تنميه المجتمع؟ مطبق فعلا. وعندنا مؤسسات كبيره، المؤسسات الكبيره دايما بتاخد لها مثلا بقدر يعني استطاعتها، تاخد لها مثلا 20 مؤسسه او 20 جمعيه جنبها، 50 جمعيه جنبها، 100 جمعيه جنبها، تقدر تساندها بالدعم العيني، مش بالدعم المادي، بالدعم العيني، وتشوف احتياجات الجمعيه ايه، عدد الاسر اللي فيها قد ايه، بتشوف الابحاث اللي خاصه بالاسر وهل هي فعلا مستحقه او لا. اشياء في منتهى الدقه اللي بيها ان احنا فعلا ندي للمستحقين
احتياجاتهم. فطبعا عندنا مؤسسات بتدعمنا في يعني مش كل مؤسسة بتشتغل على حدة، يعني كل المؤسسات بيكون في تنسيق مثلا ما بينهم، أو بيكون في مساعدات بتتم ما بينهم، وأعتقد ده بيصب على الصالح العام. طبعا طبعا بيبقى هنا زي ما قلت لحضرتك دعم عيني، بس ما ينفعش ان انا اخد اكتر من مؤسسه في ان واحد دعم عيني، لكن انا بختار مؤسسه ان انا اشتغل معاها، بمدها باحتياجي، بمدها بعدد الاسر بتاعتي، بمدها بظروف الاسر وتصنيف الاسر، سواء كانت هي اسر بعائل او بدون عائل، اسر شديده الاحتياج او متوسطه الاحتياج. كل ده لازم تعرفه المؤسسه عشان تقدر تدعمني. بعد كده هي بتدعمني، والتعامل ما بيننا طبعا في الظروف الحاليه والتقدم التكنولوجي العظيم اللي احنا فيه بقى عن طريق النت كله. ما فيش حاجه طبعا ورقيه ولا الكلام ده زي ما كنا عايشين زمان، وبنبدا ان احنا نتواصل عن طريق النت. يبداوا ان هم يستدعونا سواء كان لينا استلام مواد غذائيه او ما شابه ذلك، وبناخد المواد الغذائيه بتتخزن عندنا لغايه ما بنستدعي الحالات ونقدم ليها هذا الدعم، ولكن في فتره زمنيه محدوده ما اقدرش ازود عنها. في بعض جمعيات كسلانه، في جمعيات نشطه. الجمعيات الكسلانه لو في فتره اللي حددتها المؤسسه الداعمه مثلا 10 ايام ما نفذتش، الجمعيه بتبدا تسحب بقيه الدعم العيني اللي هي سلمته لهذه المؤسسه. فبيشترط هنا الجديه في والسرعه، الاداء بالظبط كده. استدعي حالاتك، راجعي معاهم بسرعه. وفي احيانا طبعا انت عارفه احنا بنشتغل مع الناس اللي هم البوابين او لبلدها ترجع بلدها تاني، حاجات زي كده. فاللي ما بنقدرش نستدل عليهم بيفضلوا في الاخر. مثلا 10 حالات 15 50 حاله، ببدا ان انا استبدلهم بحالات اخرى علشان ادعم الحالات الجديده. يبقى عندي فرصه ان انا ادخل ناس جديده تستفاد، ما دامت الناس دي ان هي انتقلت الى مكان اخر في الجهه اللي هي تابعه ليها لبلدها. يعني كويس جدا. يعني الحقيقه من الجانب الايجابي واللي بيطمن الواحد ان الخير مستمر، وكل الناس حابه تقدم الخير، وكل الناس حابه ان هي تساعد. الجانب التطوعي، هل حضرتك شايفه ان هو مازال موجود بشكل كبير؟ هل في اعداد متطوعين؟ هل محتاجين يكون في متطوعين يقدروا يساهموا، بما ان ممكن نلاقي المتطلبات ازيد او الاحتياجات ازيد او المساحه الجغرافيه بقت اكبر ان انتوا تقدروا يعني تقدموا ليها خدمات؟ الجمعيات والمؤسسات عشان تكون ناجحه لازم يكون فيها فريق من المتطوعين. الحكايه بتعلى وبتنزل. المتطوع لما بيجي عايز يلاقي فيه عمل ايجابي جد يقدر يقدمه، ينال اجر منه من الله عز وجل، مش ينال اجر منه صحيح. من الجمعيه او المؤسسه. لما بيلاقي الاهتمام الشديد بالجمعيه بحالاتها بموضوعاتها، حضرتك بتقولي جمعيات نشطه او سريعه او بتقدم خدمه بشكل سريع. احنا كمان بنقدم خدمه متطوع، لان هو بيبقى خريج جامعه مثلا لكن ما اشتغلش، فبيجي ان هو يقضي وقته معايا. انا بحاول ان انا بقدر الامكان اساعده باشياء بسيطه كده تعتبر مواصلاته او حاجه زي كده، وفي نفس الوقت انا بوجد له فرصه عمل. لان احنا عندنا دايما بنبحث عن الاماكن اللي هي محتاجه فعلا دعم بموظفين او بناس تشتغل. بلاقي اللي بيناسب الحالات اللي معايا بخليهم يقدموا وبيشتغلوا فيها، فبينقص العدد. يرجع نعمل دعايه تانية علشان يبقى عندنا يعني عدد لا بأس به من المتطوعين يقدروا يخدمونا في العملية الاجتماعية. لكن الحمد لله الخير مستمر، الحمد لله. والحقيقة بجهود ناس زي حضرتك والحقيقة طبعا بالتعاون مع الأجهزة المعنية في الدولة ووزارة التضامن الاجتماعي، أعتقد أن هو ده فعلا اللي بنقدر من خلاله نصل للتوازن اللي احنا حابين ان احنا نحققه في المجتمع. أنا بشكر حضرتك جدا لوجودك معانا. الأستاذة ناهد الضفراوي، مؤسس
مؤسس ورئيس إحدى مؤسسات المجتمع المدني وسفير السلام الاجتماعي والنوايا الحسنة من قبل الأمم المتحدة. شكرا ليكي، نورتينا. أنا بشكر حضرتك جدا وبشكر قناتك الجميلة، وأتمنى أن احنا نتواصل دائما، لأن الإعلام ده جانب مهم جدا في حياتنا عشان يوصل للمجتمع كله الجمعيات الأهلية دورها إيه. صحيح. أنا بشكر حضرتك مرة تانية لوجودك، وفعلا زي ما بنقول في كلامنا وفي خلال الحلقة، دور المؤسسات الخاصة أو المهتمة والمعنية بمشاكل المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني كبير جدا ومكمل للدور الهام الكبير اللي بتقوم به الدولة. بشكر حضرتك مرة تانية، بشكر حضراتكم على المتابعة، واستنونا إن شاء الله في حلقة جديدة، وتحيا مصر.